عليكم ورحمة الله. أخبار أبطالي الحلوين إيه؟ أنا عارفة إن الوقت بيقرب، ناقص شهر على الامتحانات. النهاردة شفت جدول امتحانات نزل، بس أنا عايزة أقول لكم اطمنوا خالص خالص، محدش يتضايق ولا يترعب ولا يخاف اما يشوف الجدول. اعتبروا جدول امتحانات عادي خالص زيه زي أي سنة عدت، ما فرقش كتير، ومش الامتحانات الجاية هي اللي هتحدد مستقبلك. كلها خطوات احنا بنعيشها في الدنيا. ناس كتير قوي قوي نجحوا وجابوا مجاميع رهيبة، وفي الآخر دخلوا حاجات كانوا عايزينها بس ما كانوش حابينها، وبعد كده عملوا شيفت كارير، وبعد كده راحوا في حاجات كانوا حابينها وسابوا اللي دخلوه بالمجموع. يعني الحياة مش واقفة عند الثانوية العامة. عايزة اطمنكم كمان للناس اللي ما لحقتش تذاكر، واللي حس ان السنة جرت بيه وكان مثلا مقصر شوية، وبعد كده بدأ يحس ان المواد كترت قوي، انا مش ملاحق اراجع. روق خالص وما تضايقش نفسك. كل حاجة تقدر تنجزها ان شاء الله لو حطيت النية من دلوقتي. النية على فكرة يا جماعة ليها مفعول السحر بجد والله. حط النية من جواك ان الشهر ده تلحق تخلص فيه الحاجات اللي ناقصالك. بجد حل الامتحانات مهم جدا جدا. بلاش الشيطان يشتغل على دماغكم ويقول لكم اقعدوا راجعوا وامسك المادة من الأول. كل ما هتقعد تهري في المنهج المعلومات كلها بتدخل في بعضها، لكن لما تمسك امتحانات أسئلة كتير المعلومات بتترتب جوه مخك. ده مهم قوي. حتى اللي ما ذاكرناهوش ما فتحناهوش اي جزء في المنهج راح عليك او ما لحقتش تفتحه وتذاكره، صدقني الامتحانات بترتب المعلومة وبتخليها تدخل في المكان الصح. تمام. زي ما يكون عندك شقة مثلا وبترتب فيها العفش بتاعها، كل حاجة بتدخلها في مكانها. نفس الحكاية الامتحانات، حل الأسئلة اليامة بيرتب المعلومات. ولما تبدأ الأسئلة تتكرر خلاص مخك بيحفظ إن السؤال ده حله هو ده، يبقى هيتحط في المكان ده. فما تقلقش خالص. إحساسك دايما إنك مش عارف لو السؤال ده جه تاني هتعرف تحله ولا لأ، ما تقلقش. العقل الباطن عندك بياخد سكرينات لكل حاجة انت بتعدي عليها، وطالما انت مركز وانت بتحل الاسئله فالسكرينه داخله ومحطوطه في مكانها الصح، ومخك هيطلعها لك لما يجي السؤال بتاعها في الامتحان. فما تقلقش من ده خالص. دي وظيفه العقل الباطن بتاعكم. الحاجه التانية، ما تهولش الامور لعقلك، دايما حسسوا الموضوع بسيط. قولوا يا جماعه لمخكم كلام يريح. ان شاء الله هقدر، ان شاء الله المواد ربنا هيكرمني واحل فيها اسئله، ان شاء الله الامتحانات تيجي زي الفل، ان شاء الله ربنا هيفكرني بكل حاجه انا ذاكرتها في الامتحان. ما تقلقوش، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ده ربنا قال كده في قرانه. وربنا لما يقول لنا حاجة احنا مصدقين ومتأكدين ده ان ده رب الكون. فما تقلقش، اي تعب انت هتتعبه الشهر ده حتى لو ما لحقتش تنجز السنة كلها، صدقوني تعب الشهر ده هيفرق كتير جدا. والسعي ربنا سبحانه وتعالى بيأجركم عليه، وهيكلل تعبكم بنجاح ان شاء الله وبأحلى ما تتخيلوا بإذن الله. مهم قوي بس اطمن الناس اللي دخلت وسألت عن موضوع النوم الكتير، ده طبيعي، ما تستغربش ولا تقلق على نفسك. اللي بينام ياما، اللي بيسرح كتير، اللي بيكون ناوي يقوم يذاكر يلاقي نفسه راح مسك الموبايل او قعد قدام التلفزيون، اللي اصلا ما بيحبش القهوة بقى يشربها، واللي ما كانش بيتفرج على مثلا حاجة على التلفزيون بقى بيقعد. كل دي هروب. المخ لما بيلاقي نفسه هيواجه حاجة انت اوريدي محسسه انها ضخمة، فمخك ربنا خلقه عشان يحافظ عليك، فيعمل ايه المخ؟ يهرب. يخليك تنام ياما، يخليك تدخل الحمام تقعد فترة طويلة، يخليك تفتح التلفزيون وتقعد تتنح مع انك مش مركز في اي حاجة بتتفرج عليها، يخليك تمسك الموبايل وتتوه. فدي شيء طبيعي جدا ان المخ يحافظ على صاحبه بانه يهربه من المواجهة او من المسؤولية ان انا اقعد واذاكر. فانت لما تعرف ان ده حاجة طبيعية بتحصل لجميع طلاب الثانوية العامة، ده يطمنك. ولكن انت بقى ازاي تتعامل مع مخك؟ تمام. مخك انت دايما مهول له الامور، وعشان الناس اللي حواليكوا انا عارفه محسسينكم ان الثانويه العامه دي اكنها هنفتح عكه يعني، فالموضوع ضخم، فخلي بالك ده ثانويه عامه، اطلع اجري يا عم. فانت تعمل ايه بقى؟ عليك ان انت تهدي مخك.
لما يحصل انت تنام كتير، حاول على قد ما تقدر تظبط المنبه جنبك في الوقت اللي انت عايز تصحى. حاولوا تصحوا يا جماعة بدري قوي، الوقت البدري جميل ومريح وفيه هدوء للأعصاب وبيبقى فيه بركة. يعني هتلاقي الوقت معاك فرد كده عن بقية اليوم يعني. هتعرف تذاكر فيه وهتلاقي فيه بركة في الوقت. لو لقيت نفسك بتنام ياما، خلاص قول لمخك اوكي ماشي، انا عارف ان انت بتخاف عليا وبتحاول تهرب، بس احنا يعني خلاص هي شهر وهنخلص الليلة دي ان شاء الله. فحاول على قد ما تقدر اعمل قهوة، ذاكر في مكان فيه شمس، اطلع في البلكونة، خد المذاكرة بتاعتك اطلع في البلكونة. اعمل لك جو هادي في البيت كده، مثلا في اي ركن اعمل البيبي لايت بتاع رمضان ده، حطه كده حواليك، بحيث ان انت تضحك على مخك عشان ما يخلكش تهرب. انت تخليه يحب المكان بتاع المذاكرة، فيبدأ يقولك ماشي اوكي انا هاجي معاك ومش هنهرب دلوقتي. ودايما مهم قوي الجمل اللي بتقولوها لنفسكم. انا متاكده انه اغلبكم بيقول جمل بتهده، فبعد اذنكم وقفوا الجمل اللي مش حلوه واعكسها. اي جمله انت بتقولها لنفسك مش حلوه، انا مش هقدر، ده الوقت خلاص عدى، ده انا ما لحقتش اذاكر، اصل المواد ياما، اصل احتمال الامتحانات تيجي مش عارفه ايه، لا. اي جمل بتقولها جواك مش حلوه لو سمحت اعكسها تماما. مش هقدر، لا هقدر ان شاء الله، لا ربنا معايا، لا ربنا هيكرمني ان شاء الله، الامتحانات هتيجي كويسه ان شاء الله، هتيجي في الحاجات اللي انا مذاكرها ان شاء الله. انا عندي نيه، وانا بقول لكم النيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بالنيه بس انك تتم الامر لما بتنوي نيه صادقه من قلبك كده. آه، فدايما قول لمخك عكس الكلام اللي بيتقال جواه. ولو حواليكوا يعني بعض الناس سواء من الاهل او من الجيران او الصحاب بيقولوا لكم كلام يهد، ما تسمعلوش وكبر دماغك عنه، طلعه من الناحية التانية على طول، وارجع هنا تاني واسمع كلامي، واعرف انه الله سبحانه وتعالى والله والله انتوا ابطال، وربنا معاكم وجنبكم وهيكرمكم وهيفرح قلبكم، وكل مجهودكم مش هيروح على الفاضي. ودلوقتي في كليات كتير قوي اتعملت غير الكليات الأصلية بتاعت الحكومة، في حاجات كتير، في اختيارات ياما قوي قدامك، ما تقلقش. ودايما خلي عندك الخطة واحد واثنين وثلاثة، يبقى عندك بدايل خطوط. يعني مثلا ما جاتش دي في دي، ما جاتش دي في ده. يعني دايما خلي مخك يبقى عنده مرونة في الاختيار، ما توقفوش دماغكم على حاجة واحدة. وفي الاخر اعرف ان الله سبحانه وتعالى اختار لك خلاص مكانك، سواء في كلية او في المكان اللي ربنا اراده ليك. فما تقلقوش خالص، احنا بنسعى. اللي انتوا بتعملوه ده دلوقتي سعي، والسعي ربنا بيديكوا عليه اجر. وكل تعب وكل سهر وكل يعني تركيز في المذاكرة ربنا سبحانه وتعالى بيأجركم عليه ان شاء الله. وما تقلقوش خالص، انتوا معاكوا رب الكون الاعظم، معاكوا جنبكوا والله العظيم، معاكوا جنبكوا وحاسس بيكوا، وهيفرح قلبكوا وهيطمنكوا كتير قوي 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 الفترة الجاية ان شاء الله. ما تقلقوش، اهم حاجة اهم حاجة اعمل اللي عليك على قد ما تقدر. حاول تختار اماكن للمذاكرة مريحة نفسيا، وحاول تطبطب انت على عقلك وتهديه وتقول له الامور بسيطة، الجدول ده جدول عادي، وان شاء الله هدخل عادي. الامتحانات ايه يعني؟ امتحانات زيها زي اي امتحانات. ودايما تقول لنفسك رسائل تهديك. انت اللي عليك تهدي نفسك، لان انا عارفة ان كل اللي حواليكوا بيوتروكوا. فانت بقى روق نفسك على الاخر يعني. ان شاء الله كل حاجة هتيجي زي ما ربنا هيريد، وهتبقى حلوة. والامتحانات ان شاء الله هتيجي في مستوى الطالب المتوسط باذن الله. وحتى لو فيها اي اسئله للمتفوقين، ربنا هيكرمكم بالاجابات. ان شاء الله تنزل عليكم الاجابات الصح في الامتحانات، وان شاء الله تفتكروا كل حاجه ذاكرتوها، وان شاء الله تلحقوا الشهر ده تراجعوا. دايما قول بلسانك اي ذكر لله سبحانه وتعالى، كلا ان معي ربي سيهدين. اي حاجه هتقولها ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها ان شاء الله سبب في البركه والخير وانت بتذاكر. اتمنى اكون هديت قلوبكم شويه. وكل ما تحس ان انت اتوترت او مش عارف تنجز شيء، خد بريك كده شوية صغيرين واهدى، واسمع تاني الريكورد. وان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمكم ان شاء الله الفترة الجاية، وهتبقوا في احسن ما تتمنوا بإذن الله.